وبعد 4 سنين مات أبو العباس ومسك بعده أبو جعفر المنصور، واللي كتير بيعتبره هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. حكم أبو جعفر المنصور 21 سنة. أي نعم، أول فترة حكمه كان فيه ثورات كتير ولكنه قضى عليها، وكان اهتمامه الأكبر بتأمين الحدود وتأمين خطوط التجارة اللي بتمر خلال الأراضي الإسلامية والنهوض بالاقتصاد للخلافة، وكانت فترة حكمه الأساس لما هو قاده. وفي الحقيقة أنا بشوف إن الخلافة العباسية كانت محظوظة جدا، لأن الناس استولت على الأراضي الأموية وأقاموا خلافة على الجاهز من حدود الصين لحدود المغرب العربي، وطبعا كعادة أي خلافة بيقضوا على أي حد بيعرضه. وده اللي بيوضح إن ليه الفتوحات ما كانتش أولوية للدولة العباسية. هما كده كده واخدين حدود خلافة كبيرة على الجاهز، فكان الأولوية للعباسيين إن هما يحافظوا على الحدود ويأمنوها. حتى لو جينا بصينا على الفرق ما بين حدود الدولة الأموية وحدود الدولة العباسية هنلاقي الفرق بالاتساع بسيط جدا. مات أبو جعفر المنصور ومسك من بعده ابنه اللي كمل على نفس نهج أبوه، وبعد فترة طويلة من تداول الحكم لم يحدث فيها أي شيء جديد أو حدث كبير وصل